من أروع الكتب التي تزودك بتجارب الاستثمار في الأعمال كتاب الأب الغني والأب الفقير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد من برنامج إنجليشاوي على يوتيوب. قبل ما نبدأ بس مش عايزين ننسى ندعي إخواتنا ربنا ينصرهم ويثبت أقدامهم، اللهم آمين. بس طالما وصلت الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب للقناة، تنزل تصلي على النبي في الكومنت، ويلا نبدأ. بسم الله. بيتكون كتاب الأب الغني والأب الفقير من 10 فصول بتدور حوالين 6 دروس ينبغي على كل فرد أن يتعلمها حول اكتساب المال والتعامل معه، وهي دروس مستفادة من الخبرة النظرية العملية لوالد روبرت نفسه العملية في تأسيس ثروته الشخصية، في حين لم يتلقى من والده الحقيقي سوى نصائح تحثه على التعلم والتعلم فقط. الحصول على وظيفة بالكاد تكفي مصروفاته الأساسية لحياته. كتاب الأب الغني والفقير مفيد من حيث أنه يعرض ليك أفكار مخالفة تعرف عليه، رغم أن ما ضرب فيه من أمثلة تبقى مجرد أمثلة لا يمكن نقلها بالضرورة في الواقع، خاصة عندما تكون في بيئة مختلفة عن بيئة الكاتب. بيئة الكاتب هي أمريكا الشمالية. بيحكي كايوزاكي حين تربى على يد أبيه الفقير وكان يتلقى منه الأوامر بالتعلم فقط حتى يحصل على وظيفة بالكاد تكفي مصروفاته الحياتية، بينما أبوه الغني كان يعلمه كيف يدبر المال ويستثمره لينمو. في المدرسة نتعلم أن الأخطاء شيء سيء جدا وقد تتعرض للعقاب بعد القيام به، ولكن عندما تنظر إلى طبيعة الإنسان تجد أنه كائن صمم لكي يتعلم من ارتكاب الأخطاء. الإنسان يتعلم المشي عندما يكون طفلا نتيجة المحاولة والسقوط عشرات المرات. إذا لم نسقط لن نمشي أبدا. في الحياة اليومية وبعيدا عن التعلم الجامعي والأكاديمي هناك شهادة أو دبلوم تدعى الشجاعة، إنها القدرة على المخاطرة ومواجهة الفشل والجراءة على ما يبدو القيام به مستحيلا. هذا الدبلوم يحدد مستقبل الشخص أكثر بكثير مما تفعله الشهادات الأكاديمية. في المدرسة الناجحون هم من لا يرتكبون الأخطاء. في الحياة الحقيقية الناجحون هم من يرتكبون الأخطاء ويتعلمون منها. مشكلة المدرسة هي أنهم يعطونك الجواب ومن ثم يعطونك السؤال، هذا عكس ما يحدث في الحياة الحقيقية. فكرة ضرورة الذهاب إلى المدرسة ثم الحصول على وظيفة بعد المدرسة فكرة مدمرة. للأسف الشديد بالنسبة لمعظم الناس عد التخرج من المدرسة هو نهاية الطريق وليست بدايته. الفائزون في الحياة هم أشخاص لا يخشون الفشل. الفشل جزء من اللعبة لا يمكن إلغاؤه، والنجاح يأتي دائما بعد الفشل. الأشخاص الذين يحاولون تفادي الفشل يحاولون أيضا تفادي النجاح. نحن نملك إمكانيات لا تصدق وننعم بمهارات وقدرات كثيرة جدا، لكن الشيء الذي يمنعنا من النجاح هو عدم الثقة بالنفس. نحن لا نفشل لأننا نفتقر إلى المهارة أو المعلومة، بل في معظم الأحيان لأننا نفتقر إلى الثقة بالنفس. الأشخاص الناجحون هم الأشخاص الذين يطرحون الأسئلة بكثرة في كل المواقف. إنهم يتساءلون باستمرار وبالتالي يتعلمون وينمون باستمرار. الفاشلون يستسلمون عندما يخفقون. الناجحون يخفقون مرارا إلى أن ينجحوا. ليس ما يبوح به فمك هو ما يقرر نجاحك، بل ما تهمسه لعقلك الباطن كل يوم هو ما يتحكم في مستقبلك. حكم نجاحك يتعلق بمدى رغبتك وبالطريقة التي تتعامل بها مع الفشل والإخفاقات. ريادة الأعمال هي بمثابة القفز من طائرة على ارتفاع كبير، وفي منتصف الطريق نحو الأرض يبدأ المقاول في تركيب وصنع المظلة الهوائية. كله أمل أن تشتغل جيدا قبل الارتطام بالأرض. عليك أن تتخلص من زبائنك السيئين كما تفعل مع موظفيك السيئين. إذا لم تتخلص من زبائنك السيئين كثير من زبائنك الجيدون سيرحلون، بل الأكثر من ذلك هو أن العديد من موظفيك الجيدون سيرحلون. القدرة على البيع هي المهارة الأولى في مجال إدارة المشاريع. إذا لم تكن قادرا على البيع لا تفكر أبدا في تأسيس مشروعك الخاص. النتائج تكون صغيرة جدا في البداية مقارنة مع الجهد المبذول، لكن فيما بعد تصبح النتائج كبيرة جدا مع جهد قليل جدا. هناك فكرة شائعة تقول بأن المال هو سبب كل الشر الموجود في العالم. أنا أرى أن نقص المال
هو سبب كل الشر الموجود في العالم. أنت تعتبر فقيرا في حالة إذا استسلمت فقط. الشيء الأكثر أهمية هو أنك حاولت، فعلت شيئا ما. أكثر الناس يكتفون بالكلام والحلم بالنجاح وتحقيق الثراء دون فعل أي شيء. أنت على الأقل فعلت شيئا. أبي الفقير كان دائما يجيب بعبارة: أنا لا أملك المال لشراء هذا الشيء، بينما أبي الغني كان يصر دائما أن أقول: كيف يمكنني شراء هذا الشيء؟ العبارة الأولى تحبطك، أما الثانية تدعوك إلى التفكير في حل تلك المشكلة. الأغنياء يلعبون من أجل الفوز، أما الفقراء يلعبون من أجل تجنب الهزيمة. الفلسفة التي يقوم عليها كتاب الأب الغني والأب الفقير هي أن الأثرياء يستثمرون أموالهم ولا ينفقون إلا ما يتبقى لهم بعد الاستثمار، أما الفقراء فهم ينفقون أموالهم ولا يستثمرون إلا ما تبقى. إنني أرى أن الناس كثيرا يركزون على المال ولكنهم يغفلون عن ثروتهم الحقيقية وهي التعلم. فكان الناس مستعدين للاستمرار في التعلم وصقل المهارات والاحتفاظ بعقل متفتح تجاه الأفكار الجديدة، فإنهم يستطيعون تحقيق الثراء دون أي صعوبة. إذا كانوا يعتقدون بأن المال هو ما سيحل جميع مشاكلهم، فأنا أخشى عليهم من الصدمة وخيبة الأمل. المهارة والمعرفة هي ما يحل المشاكل وينتج المال. المال من دون معرفة أو ذكاء مالي هو مال يندثر بسرعة. الشيء الأكثر قيمة في كل ما نملكه هو عقلنا. إذا كان مدربا جيدا فهو قادر على خلق ثروة حقيقية في فترة وجيزة جدا. أرى الكثير من الأشخاص يعانون في الحياة لأنهم مرتبطين بأفكار قديمة. إنهم يريدون أن تكون الأمور كما كانت من قبل ولا يودون التغيير. هذا أكثر ما يعيقهم عن تحقيق النجاح، لأن تلك الأفكار القديمة ربما كانت مجدية البارحة لكن البارحة قد رحل. الخطأ ما هو إلا إشارة على أنك في حاجة إلى التعلم. علم شيء جديد لم تكن تعرفه من قبل. إذا أردت الذهاب إلى مكان ما فمن الأفضل العثور على شخص سبق له الذهاب إلى هذا المكان. أغبى شيء يمكن أن تقوم به هو أن تعتقد بأنك شخص ذكي تملك ما يكفي من المعرفة والمهارة. ادعاء الذكاء هو قمة الغباء. التفكير نشاط يتطلب مجهودا كبيرا. عندما تفكر أنت تزيد من قدراتك العقلية، وعندما تزيد من قدراتك العقلية يزداد ثراؤك. الكثير من الناس يتكاسلون عن التفكير في أشياء جديدة. بدل تعلم أشياء جديدة تجدهم يفضلون التفكير في نفس الأشياء طوال حياتهم. الموظفون يعملون بجد كل يوم حتى لا يتم طردهم، أما أرباب العمل فهم يؤدون الرواتب بالقدر الذي يمنع الموظفين ترك العمل. عندما تشعر بأنك في حاجة إلى شيء ما قم بإعطائه للآخرين. كن متأكد بأنه سوف يعود إليك أضعافا مضاعفة، وذلك تبعا لقانون التبادل. كلمة مستحيل لها قوة كبيرة جدا. إنها تستطيع أن تجعل البصير أعمى، القوي ضعيف، والسعيد تعيس، والشجاع جبان. إنها تستطيع أن تجعل الغني يفكر كما يفكر الفقير. مستقبلك يتعلق بما تقوم به اليوم وليس غدا. كلمة غدا هي كلمة مسمومة تجعلك عاجزا عن فعل أي شيء. المشكلة مع هذه الكلمة أننا لم نرى الغد. يوم الغد ليس له وجود، هناك فقط اليوم الحاضر. يوم الغد موجود فقط في ذهن الفاشلين والحالمين. أكبر تحدي قد تواجهه كإنسان هو تحدي الثقة بالنفس، وتحدي عدم الثقة بالنفس، وتحدي الكسل، لأن ضعف الإيمان بالنفس، كثرة الكسل، حدان كثيرا من قدراتك الحقيقية. أتمنى لو عجبك الفيديو تعملنا لايك وتعملنا سبسكرايب للقناة، وعايزك دايما تكون فاكر وأن سعيه سوف يرى. سلام.